مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس. تم بالامس الجمعه ايقاف رئيس الجمعيه الوسطيه للتوعيه والاصلاح عادل العلمي على خلفيه مقطع فيديو نشره على صفحته الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعا فيه التونسيين الى مسيره احتجاجيه امام قصر قرطاج للاتاحه برئيس الجمهوريه قيس سعيد. واوضح العلمي في تدوينه نشرها لاحقا انه تقرر في شأنها الحضور في حالة تقديم يوم الاثنين 26 ديسمبر صباحا متقدما بالشكر إلى كل من سانده. وقد نشر عادل العلمي تدوينه في وقت سابق جاء فيها ما يلي: بلاغ إلى كل الأحرار في هذا الوطن الغالي تحركوا لإنقاذ البلاد والعباد من كارثة محققة، وأضمن لكم أن أبناءنا الأبرار في المؤسسة العسكرية والأمنية لن يطلقوا النار على أخوانهم وأبنائهم، أن ذلك ليس من شهامهم ولا من أخلاقهم. كما قاعدين تسمعوا الكلام اللي تسمعوا فيه صحيح، نورمالمون الفيديو موجود، انا ديجا تفرجت فيه كيفاش يحرض في العباد. قال لهم لازمتنا نتواجهوا قصر قرطاج هذه البارح نهار الجمعه، ومن المفروض ان نصليوا غاديكا وبعد يفتحوا قصر قرطاج ويخرجوا هكا السيد. ما قالش حتى قيس سعيد، نخرجوا هكا الشخص هكا السيد هذاك نخرجوه باش نحقوا العداله و لكن الحمد لله الامن تدخل في الوقت المناسب وان شاء الله معناه ياخذ جزاء. ما فهمتش انا علاش الكل على قيس سعيد، معناه كلهم يكرهوه. ما فهمتش انا ارهابي، رئيس جمهوريه منتخب من طرف الشعب يا رسول الله. حتى العباد قاطعت الانتخابات التشريعيه علاش؟ خاطر مسيبه الامانه في قيس سعيد، ومش كيما البيان اللي صرحت به حركه النهضه قال شنو الشعب ما مشاش الانتخابات التشريعيه علاش؟ خاطر معارض القيس سعيد. معناها هما يحكيوا باسم الشعب، مش في بالهم معناها الشعب كونتر قيس سعيد. لا بالعكس، الشعب مع قيس سعيد ومش يبقى مع قيس سعيد. والشيء اللي يثبت كلامي انه برهان مسيس هبط لنا ستستيك كامله فيما يخص جما كونسي الانتخابات الرئاسيه ل 2024، وكالعاده قيس سعيد موافق عليه الشعب للمره الثانيه، متصدر بنسبة 43% والاخرين 2% و3%، كما فضل عبد الكافي وصافي سعيد وعبير موسي وغيره 3% و4%. معناها ما تجي حتى شيء. معناها اليوم كي نسمعوا كلام كيما كاين مبين من حركه النهضه اللي قاعده تكذب على العباد في البيانات نتاعها، وقال شنو الشعب معارض رئيس الجمهوريه علاش؟ خاطر ما مشاش للانتخابات التشريعيه. حسيت ما نطولش عليكم اكثر من هكا، جيس معناها شويه معلومات باش انتم تفهموا شنو الحكايه بالضبط. والكلام اللي قلت لكم راهو صحيح، معناها ثم ديما معطيات وثم بالادله. معناها باش نجيب كلام من راسي، هم قاعدين يزيفوا في الحقائق واحنا ما علينا كان نقولوا كلمه الحق. شويه معلومات ديما نهبط فيديوهات معناها عنده فكره الواحد شنو اللي قاعد يصير ونعرف بالضبط معناها يكذبوا ولا مش يكذبوا. كي نسمعوا تصريح نتاع ذا ولا تصريح نتاع ذا ولا ذا ولا ذا، معناها نعرفوا من الصحيح من الغلط، مش صغيرين. معناها نجم انا نكون محلل وانت محلل وانت محلل، تاخذ فكره وتنجم هكاك تعرف الصحيح من الغلط. حسيلوا ان شاء الله يعاقبوها. عادل هذا يحب يخلق بلبله وفتنه بالسيف في البلاد السيد، يعني بيك الرب يخدم على روحه وهو يحبس فيه العباد فاضي يشغل شنو باش يمشي مع قصر قرطاج يخرج قيس سعيد بجا ربي يخرج انا ما عينيش فيك. وما ثم حتى حد باش يمشي وراه، هو جيس معناه يوهم في روحه وما ياخذ الباكو من حركه النهضه مفهوم الحكايه. والبلبله باش تخلق بالسيف وتو تشوفوا الماكينات اللي باش تخدم البريود هذيا تو تشوفوا، خاطر الضرب ضيقوا برشا تصريحات معناها في التلفزه ما يجيش كلام برك، لازم ثم تطبيق زاد معها في الخفاء وبطريقه غير مباشره، وهذا الكل نعرفوا. حاسين ان شاء الله في الايامات القادمه تو يبان الخور وتنعرفوا تنحكيوا واش ثم واش ما ثماش. كل حاجه جديده نحكوها ما ثماش علاش باش نوركم باش انتم تعرفوا نهار اخر شكون تنتخبوا من هذا وهذا ديما يبقى رايي الشخصي وانتم زاد متفقين على الكلام اللي نقول فيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو خلينا نعرفوا شكون معانا وشكون مش معانا، وزاد يوصل الفيديو لي ماكسيموم بوسيبل للعباد خاطر تاخذوا فكره شنو اللي قاعد يصير في البلاد بالضبط. وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.